رشيت مبيدات كتير والباقي مش عايز يخلص من عندي. اكتر سؤال بيجي لنا، ليه الرش مش بيجيب نتيجه؟ واحد، الحشرات بتكتسب مقاومه للمبيدات. الصوره دي بتوضح تاثير مقاومه الحشرات للمبيدات. اللي فوق ده الجيل الاول بيوضح عدد الحشرات قبل وبعد اول رشه، واللي تحت ده بيوضح الجيل الثاني قبل وبعد تاني رشه لنفس المبيد. الحشرات اللي باللون الاحمر دي الحشرات اللي اكتسبت مقاومه للمبيدات. يعني المقاومه هي اكتساب الحشره القدره على تكسير الماده الفعاله للمبيد وتحويله لماده اقل ضررا. رقم 2، التحمل، وهي ان الحشره عندها مواصفات تخليها تقدر تتحمل تركيزات معينه من المبيدات بدون ما تموت. رقم 3، المقاومه السلوكيه، يعني الحشره بتغير من سلوكها علشان خاطر تتجنب وتتفادى المبيد اللي انت رشيته، فبالتالي ما ياثرش عليها او ما تموتش. وده بيظهر في البق لما يبدا يبعد عن الاماكن اللي انت بترشها بشكل مستمر وياخد اماكن تانية بعيدة عن الرش زي اكباس الكهرباء. رقم 4، المبيد ما بيأثرش على كل اطوار الحشرة، بمعنى ان في عندي بيض مش كل المبيدات بتأثر عليه، بالتالي لازم اكرر المعاملة او الرشة علشان خاطر اقدر اقتل البيض اللي فقس بعد فترة، فبالتالي لازم اكرر الرشة مرة تانية بعد فترة او اختار مبيد يقدر يأثر على البيض. رقم 5، الرشة اللي رشتها ما غطتش كل الاماكن اللي موجود فيها البق او الخبايا والزوايا اللي موجود فيها، بالتالي المبيد ما وصلش لكل الحشرات اللي موجوده عندي في المكان، بالتالي في مجموعه هربت مني. لو عايز تعرف اكتر عن المبيدات والحشرات، لايك وفولو.